حلقة أعزائي المشاهدين في حلقة جديدة على قناتنا جاديليو سبورتس. طبعا عودة حميدة للدوري الإنجليزي، وهنتكلم إن شاء الله النهاردة بقى عن العودة للدوري الإنجليزي وتفاصيل كده وحبة حنشكنات عن الدوري الإنجليزي، حشكنات، وهنتكلم إن شاء الله كده تحاليل أو مش قلت تحاليل بقى، دردشة كده سريعة عن الدوري الإنجليزي والعودة اللي إن شاء الله. بداية كده خلينا نتكلم ان الارسنال طبعا زي ما حضراتكم عارفين بيوسع الفارق بينه وبين السيتي. طبعا ارسنال من الدوري ده بدايه الموسم عامل رجه قويه جدا واستفاقه غير طبيعيه طبعا، وفي وسط بقى شغف ومسانده جمهور ومسانده بقى النجوم القديمه ولويس فينجر والدنيا كلها معاون، والارسنال خلاص راجع، والارسنال والجيل هنري ففي حاله كبيره جدا من بدايه الموسم ده للارسنال. طبعا متفقين ان ده في وجود عوامل مساعده برضو، ان هي ان ليفربول حالته السنه دي ضعيفه جدا، وهنتكلم عنه جاي له في الطريق، ان بعد يعني ماني ما راح الباير الدنيا عنده باظت خالص، ومفيش العناصر الهجوميه فقد نص قوته، ومفيش ديفندرات، مفيش عناصر هجوميه خالص عكس الاول، وهنتكلم برضو عن الصفقات اللي جابها. فعايزين نتكلم برضو ان عفوا عشان وسع الفرق بينه وبين السيتي لفرق حوالي 4-6 نقط. وبرضو عايزين نتكلم عن كالصفقه بقى اللي جابها ليفربول، بس هنتكلم اول حاجه عشان نقفل الجزئيه مع الارسنال. بدايه كده الارسنال جاب باستفاقه كبيره جدا، لسه لعيبه عوده من كاس العالم، فواضح كده الارسنال حاطط عينه قوي على الدوري الفتره الجايه. نخش بقى على ليفربول واخر اخبار ليفربول والدنيا في ليفربول عامله ازاي، عشان عندنا كلام كبير جدا عايزين نقوله. بدايه كده ليفربول جاب تعاقد مع كاتجو لعيب من هولندا لغايه 6 سنوات لغايه 2028. الصفقه هتتكلف كتير جدا، فاللعيب ده عايزين نتكلم عنه بصوره معينه كبيره، ان هو جناح بيلعب كدور مهاجم، بيجي من تحت لجوه، كان بيلعب مع المنتخب الهولندي بصوره كبيره جدا، كان بيلعب على الاطراف، بيقدر يستلم ويستلم. المهاجم ده ممكن نستخدموه ليفر كمهاجم صريح مكان فيرمينيو. عنده قابليه حلوه جدا يساعد محمد صلاح، انك هتدي الحريه لمحمد صلاح بدل ما يخش كمهاجم، هو يمسك الجناح وصلاح الجناح الثاني، او ممكن هو يخش كمهاجم وتجيب انت جناح معاه. وفي برضه صفقه ثانيه هتيجي. المهم ان ليفربول خلص معاه بصوره كبيره جدا بمبلغ كبير، لسه المبلغ ما نعرفوش حتى الان. الاهم برضه ان ليفربول عنده الفتره الجايه خلاص بيدعم بقى في صفقات شتويه، ولكن كتجابجو يعني هنا نقول عنه ان هو صفقه محترمه مش بشكل كبير في النادي ليفربول. هيقدر يدعم من ناحيه الاطراف بصوره كبيره جدا، مهاجم عنده سرعات ظاهر جدا مع المنتخب الهولندي. ده بالنسبه لي مهاجم ليفربول، واللي خلاص خلص بشكل كبير جدا. بالنسبه للارسنال برضو عايزين نتوقف عن الجزئيه بس احنا عشان نتكلم عنها في الاول. الارسنال بعد عوده من كاس العالم زي ما قلنا ان هو عنده اوديجارد، عايزين نتكلم عنهم بصوره كبيره جدا، اوديجارد وبوكوساكا او اوديجارد عامل موسم حلو جدا. عايزين بس احنا لاحظنا الجزئيه دي ان هو ممتاز جدا في صناعه اللعب مع الارسنال، ليه دور كبير جدا، احرز العديد من الاهداف، بيقدر يعمل تمريرات كبيره الفتره الاخيره نسبه 48% بالنسبه لاخر 4 مباريات بس. عنده كرات كبيره جدا، بيقدر بالنسبه للتمريرات بالنسبه للتسديدات سدد اكتر من 12 تسديده في اخر 3 مواجهات، عمل اكتر من 14 صناعه لعب في اخر 4 مواجهات، كلها ارقام كبيره جدا لاوديجارد. انا شايف ان هو بصراحه داخل بتقله الموسم ده، والارسنال فعلا يعني باين هيجي ممكن يطلب في احد الانديه الكبيره كالليفر كالبرشا او الريال، فحطهم عين عليه. برضه عايزين نتكلم في بعض الاخبار نتكلم عنها اذا كان في اخر حلقه هتعجبك قوي، يعني خلينا اخر حلقه. وبوكوساكا بقى واضح ان هو زي ما قلنا مع الارسنال بيقدر يلعب على الاجنحه زي ما قلنا. الارسنال هتبتدي توظفه الفتره الجايه على الاجنحه الفتره الجايه. ده اخر اخبار بالنسبه لارسنال وليفربول والدوري الانجليزي والعوده ليه. خلينا نتكلم عن اخر خبرين شغالين الراي العام دلوقتي، هو كريستيانو هل هيرجع ريال ولا لا؟ هل محمد صلاح هيروح ريال ولا لا؟ هل رئيس بيريز خلاص هيدعم بقى محمد صلاح يبقى صفقه الموسم، وان ريال مدريد هيجيب معاه كريستيانو يبقى احتياطي بقى، والدنيا هنشوف. خلينا اول حاجه نتكلم ان كريستيانو، ان بعض الاخبار بتقول ان ابنه
ادريانو خلاص بشكل كبير جدا، اللي هو ابنه الصغير اللي هو شبهه اصلا ده بشكل كبير هيروح اكاديميه ريال مدريد وهيستقر فيه. بجانب اللي برده كان في بعض الاخبار الاخيره ان كريستيانو كان بيتدرب في ملعب ريال مدريد تدريب، وكان هو استاذنهم بنفسه عشان كده. فكريستيانو عايز يروح ريال مدريد وعايز يروح، عنده رغبه في يرجع على اسبانيا مره ثانيه، والريال مرحب بيه، ولكن الريال بقى حط له بعض البنود والشروط، وهي ان انت تلعب احتياطي، ما بقاش ليك الحقيه انك تتكلم. تاني حاجه انك مش شرط تلعب اساسي في الفريق. تالت حاجه هيكون براتب معين لسه ما اعلنش عنه، ولكن هيكون مش كبير زي عكس اللي كان بياخده كريستيانو، غالبا كان 50% اللي كان بياخده قبل كده. رابع حاجه ان كريستيانو ملوش الاحقيه ان هو يعترض او يعمل اي مشكله في الفريق خصوصا على بنود العقد. اخر حاجه ان ريال مدريد قال لك احتمال يكون ليه دور كبير جدا واداري او كادر في الجهاز الفني بعد ما يعتزل مع انشيلوتي. انشيلوتي مرحب بيه جدا، وانشيلوتي برده عنده رغبه ان كريستيانو يرجع، قال لك انا هقدر ارجعه لفورمته وهقدر اخليه ازاي يرجع كريستيانو بحسب سنه، برده بحسب سنه وامكانيات سنه، وهقدر ارجعه للمكان اللي تليق بيه. فالجانبين مرحبين، ولكن تبقى الرتوش الاخيره والتفاصيل الاخيره. هل كريستيانو فعلا كان يروح النصر السعودي؟ فعلا كان نادي النصر السعودي متفق، وبعد كده النصر السعودي طلع كدب الموضوع كان شكل، ولكن كريستيانو اللي خلاه ما راحش ان هو قال لك انا عايز اختم حياتي في نادي كبير مع احترام الناس طبعا، ولكن قال لك انا عايز اختم حياتي في اوروبا في الانديه اللي انا بحبها، وراح خلاص لف بقى يوفنتوس وراح يونايتد. ده الدنيا مش كويسه طبعا، حكم سنه وقوه الدوري الانجليزي مش هيقدر يسلك، قال لك ارجع للريال مره ثانيه. اخر حاجه معانا طبعا في الحلقه زي ما قلنا لحضراتكم، هل محمد صلاح يرجع يروح نادي مدريد؟ في اخبار مؤكده جدا ان محمد صلاح الفتره الاخيره مش مستريح نفسيا مع الليفر. اي نعم بيسجل والدنيا معاه كويسه، ولكن هو شايف ان الليفر خلاص حققت اقصى ما عندها بعد الجيل اللي كان معاه، وخصوصا بعد ما ماني مشي قوه الفريق نزلت لنسبه 50% من وجهه نظري. محمد صلاح عايز فريق يطوره ويلمعه ويزيد بقى، يضيف بقى الامكانيات. محمد صلاح مش واقف بقى يعني واخد الحمد لله بطل اوروبا واخد الدوري والكاس، مش واقف لحد كده. محمد صلاح عايز بقى يشوف نادي تاني يزيد له اكتر من الرصيد. ففي اخبار كتيره جدا بتقول ان ريال مدريد وبيريز بيحضر الصفقه بشكل كبير في الشتاء، وبرشلونه داخله في الموضوع. فهنشوف هل محمد صلاح هيروح الريال ام البرشا اللي هيخلص، واللي محمد صلاح رغبته ليه هي اللي هتنهي الموضوع وتخلصه بشكل كبير. ده كده يعني لمحه اخيره عن اخر اخبار العالميه في الكره الاوروبيه، وعن عودتنا للدوري الانجليزي. وان شاء الله انتظروا الفتره الجايه بقى هنتكلم عن الدوري الانجليزي بشكل اكتر بقى، ونخش مع حضراتكم فيه الحلويات والدنيا وما يتعلق بالدوري الانجليزي ان شاء الله اخر الاخبار. ان شاء الله الفتره الجايه بقى ملخصات وتحليلات واخبار كتيره جدا، وانتظروا ان شاء الله الفتره الجايه الافضل واقوى باذن الله مننا. تدعمونا باللايك وسبسكرايب للقناه، وتدعموا صفحتنا على البيج على الفيسبوك باسم القناه، وتدعموا اكونتنا على التيك توك وعلى الانستا. كان معكم محمد جد الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. سلام.